هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ تعالوا اليوم نسوي أطيب ريوق باسطرمة بالبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. هنا مثل ما تشوفون حبايبي خليت الطاوة، خليت الباسطرمة، وهالدور ضفت عليها قليل من الزيت لأن الباسطرمة بيها نسبة من الدهون. تمام حبايبي، وإن شاء الله انزل لكم الطريقة. هنا بعد ما خليتها بالطاوة حضرت البيض وخليت عليه قليل من الملح لان هي تكون شوي مالحة، لا تكثرون الملح. وبعد ما استوت نجي نقلبها. حبايبي لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك، ومثل ما قلت لكم ان شاء الله انزل لكم الطريقة مالتها بالتفصيل، سهلة وما تاخذ من عندكم وقت، واطيب باسطرمة تسوونها بالبيت. هسه حبايبي بعد ما استوت نصب عليها البيض اللي حضرنا ونتركها تستوي. وهاي استوى الريوق مالتنا، وهسه نترككم في امان الله. الى اللقاء.